التشهير بسمعة الأشخاص سواء كان رجل أو امرأة، دي جريمة يعاقب عليها القانون، قانون العقوبات في المادة 302 و 303. إذا كان التشهير ده بين الأشخاص وبيدعي أي إشاعات على شخص معين، فإن الجاني يعاقب بعقوبة الحبس البسيط اللي ممكن تصل ل6 شهور وغرامة تصل إلى 5000 جنيه أو 10000 جنيه. أما إذا زاد هذا التشهير ووصل إلى الانتشار بوسائل التواصل الاجتماعي وكان طرح صور مسيئة، فإن هذا التشهير يصل إلى عقوبة السجن اللي من 3 سنوات إلى 10 سنوات. ليه؟ لأن العقوبة هنا بتكون رادعة حماية للمجتمع وحماية للتشهير بسمعة الأشخاص وشرفهم أو بأعراضهم على العلانية، فهذه جريمة يحط القانون من قدر مرتكبها وينال عقاب شديد جدا. شكرا.